سعرها بقى مُبالغ جدًا فيه وبقى غالي جدًا، تقدري تعمليه في البيت بطريقة سهلة ومبسّطة وطعمها زي الجاهز بالضبط، فرّحي الأولاد واعمليها بأي نوع مكسّرات عندِك. يالّا نشوف بقى عملنا إزاي الفولية النهارده أو السودانية. نبتدي كده بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أنا هنا عندي مَج سوداني، يعني استخدمت مَج. المَج دوّة ربعه سُكّر، ربعه عسل جلوكوز، تِلته مَيّة وعصرة ليمون. مش هناخد حاجة تانية خالص، ومعلقة مَيّة مورد. أول حاجة أنا هاحمّص السوداني، عندي المَج السوداني على طاسة تكون سخنة وأنزل عليها السوداني بتاعنا يا دوبك كده يتحمّص بتاعنا، وكان أساسًا السوداني ده من رمضان عندي، حمّصته وكان طعمه بجد كإنه زي الجاهز بالضبط. بس خلاص حمّصيه وتروحي بقى حاطاه كده في طبق أو أي حاجة عندِك وتكون واسعة شوية عشان خاطر تبرديه بقى فيها. تمام كده، بعد كده نزّلي السكر بتاعنا، إحنا قُلنا المَج يعني مَج حطّي مكانه مقدار